السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في فيديو جديد وفيديو جميل يا جماعة. وفي الفيديو بتاعنا النهاردة عن الجزائر وعن الجزائريين. الجزائر أرض الخير، أرض الكرم، أرض الشهامة، أرض الجدعنة. مفيش حد نزل أرض الجزائر واشتكى إن هناك عنصرية، مفيش حد نزل أرض الجزائر وطبعا اشتكى إن البلد مش جميلة، مفيش حد نزل أرض الجزائر واشتكى إن البلد طبعا مش من أجمل البلاد على مستوى العالم. يا جماعة أنت بتتكلم في قارة، ما بتتكلمش في دولة صغيرة، فلما تنزل كل ولاية من ولايات الجزائر سحر يا جماعه، هتتجنن طبعا على ارض الجزائر. كتير من اللي نزلوا الجزائر سطروا تاريخ وكتبوا كلام جميل جدا عن الجزائر وعن الاجواء الجميله اللي شافوها في الجزائر وعن الترحاب وعن الكرم والشهامه اللي شافوها طبعا على ارض الجزائر وعن النظافه وجمال الشوارع. من الحاجات الجميله اللي بيشوفوها بتشوف في الجزائر يعني معظم فصول السنه بتلاقي طبعا الاماكن اللي فيها ثلج، بتلاقي الاماكن اللي فيها ربيع، فيها خريف، فيها حر. فبصراحه الجزائر دوله متنوعه ودوله جميله جدا، لكن مفيش اي حد بينزلها غير لما بيشوف هناك الكرم والشهامه والجدعنه وبيلاقي هناك الترحاب الكبير جدا يا جماعه. لكن في الفيديو بتاعنا النهارده هنشاهد طبعا داعيه عربي بيتكلم عن الجزائر وزيارته للجزائر. تعالوا بينا مع بعض على طول نخش نشوف كلامه قال ايه. يلا بينا. القصه المعروفه اللي كانت طرات مثلا في الجزائر في ابان في الفتره ديال الاستعمار الفرنسي، وكان هذاك روني لاكوست اللي هو وزير المستعمرات الفرنسيه كان دار بواحد الاحتفال وجامعين ليه فهمتيني المقيم العام في الجزائر ووزير المستعمرات الفرنسيه والجنرالات ديال فرنسا وكذا، ومجموعين على اعتبار انهم غاديين يحتفلوا بالبنات اللي درسوهم في البعثه الفرنسيه تقريبا واحد 10 سنوات هما تيدرسوهم تما. بغاو شنو هي القضيه؟ قضيه نفسيه. بغاو باش يبينوا دوك البنات انهم راه لابسين اللباس الفرنسي المتبرج السافر وكذا، زعما انتم اللي كتقولوا كذا، حنا بناتكم كان يكفي اننا ندرسوهم عندنا وما خرجوا ديالنا. يوم الاحتفال يصدم الجميع ان الفتيات الجزائريات طالعين من ديال التتويج بالحيك الجزائري، فوقعت ضجه كبيره انذاك. ما يسولوا انت وزير المستعمرات الفرنسي كيف يقع هذا؟ فقال لهم كلمته الشهيره التي وددت لو ان المسلمين فقهوها كما فقهها. قال لهم: وماذا افعل لكم ان كان القران اقوى من فرنسا؟ ماذا افعل لكم ان كان القران اقوى من فرنسا؟ تابعوا معنا هذا الفيديو. انت يا جزائري تعال عندي هون. انت يا جزائري مين شايف نفسك انت يا جزائري شو مفكر نفسك انت حبيب الله، انت من الاتقياء والانقياء والشرفاء والشهداء. يقول لك بلد المليون شهيد. لا 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 لا، من وين جايبين هذا الكلام؟ من أين أتيتم بهذا الكلام؟ بلد المليون شهيد، بلد 10 مليون شهيد. الشهيد، الشهداء، الأتقياء، الأنقياء، الشرفاء. على فكرة أعتقد لو ما في جزائر في الدنيا لقامت القيامة. هذا تفكيري البسيط، يعني ما أتكلم في الدين. يعني الجزائري انصر الجزائر ظالما أو مظلوما. الجزائر طبعا تقول لي الآن يعني أنا بمدح بالجزائر. مين أنا لا شيء. كبار الناس يمدحوا الجزائر ويذكروها بالخير. الجزائر على فكرة ما أعرف إيش مشكلتهم، ما تقابل واحد جزائري إلا تحبه، ما تقابل واحد جزائري إلا ترى إنه يقطر خير وخيرات. فلذلك ما أعرف أنا شو طينتكم أنتم الجزائريين. طينة طيبة، بس يعني صدقا 40 سنة في كندا تورونتو لم أقابل جزائري واحد، مع احترامي للأخوة الكرام من جنسيات ثانية الكرماء الشرفاء، ما قابل جزائري واحد إلا غصب عنك تحبه. فلذلك هنيئا لكم. ما أعرف إيش رضعتكم أمهاتكم، بس أكيد كان مخلوط بالطيبة والشرف والنقاء والصفاء. أكثر من الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم. تحية. جاتني بشارة حلوة وحبيت أبشركم وأفرحكم معايا. تتذكرون الرجل الجزائري اللي قابلني في الجزائر ولما عرف إني من مكة بكى، وهذه صورته معايا. بكى لأنه يبغى يزور مكة ومشتاق لمكة. أعطاني 1000 دينار قال تغدى أو تعشى فيها. طبعا سبحان الله تصورنا مع بعض، والرجل حبيته من أخلاقه الطيبة وكرمه الطيب. رحت السعودية ورجعت السعودية، وجاء رجل سعودي كريم أعرفه شخصيا قال: يا عبد الرحمن الرجل الجزائري اللي تصور معاك وبكى لما عرف انك من مكة ومشتاق لمكة، ترى له هدية مني له
زيارة عمرة رحلته كاملة شاملة مجانا لهذا الرجل. الله أكبر يا أحبة. هذا الرجل يعني محبة ومعزة، أعطانا 1000 الدينار اللي ما يساوي قرابة إلا 20 ريال، أعطاها الله بفضله وكرمه رحلة كاملة زيارة عمرة شاملة مجانا إلى مكة. سبحان الله. اللي أبغى أقول لكم ترى الأرزاق بيد الله سبحانه وتعالى، ودايم علق قلبك بالله، لأن الرجل كان في المقطع يقول أنا مشتاق لمكة وإن شاء الله ربي راح يخليني أزور مكة، وأعطاها الله بفضله وكرمه. كل ما أحسنت نيتك مع الله أعطاك الله سبحانه وتعالى، فدائما اطلب الله بصدق والله راح يسخر لك الناس. الله يحفظكم ويسعدكم. جاتني البشارة ذي حبيت أبشركم وأفرحكم، والله يوفق كل واحد فيكم. لو وصلتوا معايا لحد كده يا ريت ما تنسوش تدعموني بلايك الفيديو، اشتراك في القناه، واكتبوا لي رايكم في الكومنتات على الكلام الطيب والكلام الجميل اللي احنا بنسمعه عن الجزائر وعن الجزائريين. يا جماعه بصراحه كلام طيب وكلام جميل جدا، والجزائر شعبها يستاهل، لانه لو انت بتيجي تشوف وبتنزل ارضهم فعلا بتحس قد ايه الناس بترحب بيك، قد ايه ان الناس ما عندهمش عنصريه في بلادهم، قد ايه انك بتشوف هناك اجواء بصراحه ما شفتهاش في اي حته ثانيه، لان الجزائر بطبعها ان شعبها شعب مثقف، شعب بيتكلم لغات كثيره لهجات كثيره، فانت بتحس كانك نازل دوله اوروبيه يا جماعه. والكلام طبعا الداعيه العربي عن زيارته للجزائر كلام قوي وكلام جميل جدا. نكمل مع بعض الفيديو ونرجع تاني، يلا بينا. 55 دولة، وحاسب على هذه الكلمة شخصيا لي. أكرم شعب رأيته في حياتي هو الشعب الجزائري. أنا ما لي مصلحة من هذا الكلام، لكن حقيقة والله أقولها بيني وبين الآخرين كلهم. كلهم يقدرون كلمة ضيف. الوطن الإسلامي العربي موجود هنا. العرب سبقوا العجم بالكرم، وكذلك موجودين، يعني تعرفون الأمازيغ كلنا أخوة، كلنا النبي عليه الصلاة والسلام جعلنا أخوة، لكن هنا شعب جزائري كل بيت يرحب ويهلي. والله يا أخي الواحد يشعر بالعزة أن يجد في أرض الإسلام والمسلمين وفي هذه القبائل الطاهرة المباركة أن يجد فيها هذه آثار رحمة الله. وينظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها. هذا فضل من الله عز وجل ومنة منه، وعلى المسلمين هنا أن يتوجهوا، هنا السياحة، هنا القلوب. المهم في كتاب الإسلام على مفتي الطرق، وكتاب التبشير والاستعمار، وكتاب أبيدوا أهل الإسلام ودمروا، إلى غير ذلك من الكتب، تذكر واحد المسألة مضت في تاريخ الاستعمار الفرنسي الجزائر. لما أرادوا أن يغيروا ثقافة ودين الجزائريين أخذوا في تجربة معينة، فأخذوا فتيات، واحد العدد ديال الفتيات، وأدخلوهن منذ صغرهن إلى المدرسة ديال البعثة الفرنسية، ثم جعلوا يدرسوهن التعليم الفرنسي وغيروا ثيابهن، فصارت الفتيات يعني لم يبقى لهن من جزائريتهن إلا الجينات، المسائل اللي هي جينية، المورثات ما عندهم كيدوا لها، يعني بنيتات ولاو فرنساويات. وبعد 11 سنة من التعليم الفرنسي أرادوا أن يحتفلوا ويجعلوا أبهة كبيرة لهذا الاحتفال حتى يضربوا به إخواننا في الجزائر في العنق، ليقول لهم غيرنا دينكم وغيرنا ثقافتكم. ففي وقت الاحتفال واجتماع يعني القادة واجتماع ديال الجيش وكذا إلى آخره، وكاين عندهم ذاك لاكوست اللي هو وزير المستعمرات الفرنسي، قال السماء إلى آخره، فإذا بالفتيات يفاجئنا الجميع لما دخلنا ملتحفات باللباس الإسلامي على الطراز الجزائري، هذاك بحال الحيك اللي عندنا احنا، ذاك الحيك الابيض الى اخره. فقامت الضجه في المجلس وجعلوا يتساءلون ما الذي فعلناه طيله 11 سنه، ودابا داز السماء لا يقل على 100 سنه من الاستعمار ديالنا الجزائر، يعني شو في مشى هذا الشيء؟ قال لهم لاكوست، لانهم سالوه، قال انت وزير المستعمرات الفرنسي كيف شنو مش من خدمه ما درتش لا خدمه له؟ فقال لهم لاكوست في مقولته الشهيره: وماذا افعل لكم اذا كان القران أقوى من فرنسا؟ إذا كان القرآن أقوى من فرنسا يقولها وزير المستعمرات الفرنسي ولا يقولها المسلمون، يعتقدها وزير المستعمرات الفرنسي ولا يعتقدها المسلمون. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله.
وبكده نكون وصلنا لنهايه الفيديو بتاعنا النهارده. اتمنى طبعا الفيديو ده يكون نال اعجابكم. اكتبوا لي رايكم في الكومنتات وقولوا لي ايه رايكم في الكلام الطيب والكلام الجميل اللي احنا سمعناه مع بعض عن الجزائر وعن الجزائريين. بنتمنى طبعا يعني كل الامن والامان للجزائر والتقدم والتطور للجزائر الحبيبه. اشوفكم على خير فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. سلام.